التر سبيشاليتي جت منين؟ تخصص كبر. اعرف كل حاجه أوكي. ونلف بقى النيجاتيف بتاع الكاميرا والفيلم ونحمض ونطبع حاجات. عندنا ديفرنت تايبس اوف لايت بتساعدنا ان احنا نشوف اللي جوه الجلد بطريقه نون انفيزيف، خلت ان انا اقدر اشرح اي ليجن في الجلد بالدرموسكوبي بخمسه اليمنتس. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست الجامدين. يسعدني ويشرفني النهارده يكون معايا اخويا الغالي الشق دكتور احمد صادق. اهلا بيك يا دكتور احمد، نورتنا وشرفتنا، وكان نفسنا الحقيقه من الموسم الاول تكون معانا، بس انت المره اللي فاتت زوغت من الغردقه فما جيتش معانا الغردقه، صورنا في الغردقه، فالمره دي بقى الحمد لله مش هتفلت مني. والله يا دكتور عطار، يعني انا اسعد واتشرف ان انا ابقى معاك دايما يا في كل حبيبي ربنا حته. يخليك، انت قيمه انا مش فاكر وقامه. موضوع الغردقه ده، بس يعني بعد ما سوهاج دام شرم الموضوع درمه، كده اوكي انت تمام جيت الجزء متشكر. بتاع سوهاج وبعد ايوه كده سافرت، بالظبط فاحنا صورنا بالظبط. المره اللي فاتت في الغردقه، وكان في الحقيقه مفتقدينك اوكي. جدا يعني. والله انا اللي كان نفسي ابقى موجود، بس انت عارف بس المشغوليات. يا باشا انما ما ربنا اتاخرش يعينك عنك ابدا. ويقدرك وعلى مسؤولياتك، وطبعا يعني انت يعني مسؤول عن صرح من اكبر صروح الجلديه في الشرق الاوسط، احنا بنشير ليه بالبنان يعني، ربنا يبارك كمستشفى فيك يا الحوض عطار. المرصود. فربنا يعينك على مسؤولياتك، يا رب وربنا يقدرك يا رب يا رب دايما في السيستم اللهم اللي انت امين جميعا. حاطه، ودايما من نجاح لنجاح. ربنا يبارك فيك يا عطار. احنا في اسئله تكون ليها علاقه بالميديكال فيلد بتاعنا اوكي وبالاحوال اللي بقت موجوده على مهنه الطب عامه، في اسئله ليها علاقه مش دايركت اوكي بالتخصص، تمام. لكن ليها علاقه بالاحوال الوظيفيه اللي احنا بقينا نعيشها كاطباء، اوكي اطباء جلد مهم. واطباء تجميل، والحد تمام الفاصل ما بين طبيب الجلد وطبيب التجميل انت بتشوفها اوكي ازاي؟ تمام. انا كنت عايز اسالك سؤال الاول، ايه يا ما باشا؟ قلتليش الاسئله قبل الحلقه ليه؟ لا انت بص، يعني انت لازم افاجئك لان انت ما شاء بس الله مفوه، فاحنا مش عايزك تبقى ايه يعني مجهز الاسئله، احنا خلينا كده اصل انا مفاجآت. اتفاجئت في الحلقه اللي فاتت اه لا لا، وفي مفاجآت هنا برضه، ما خلي انا بالك، حاسس لا انا في مستني مفاجآت، يعني احنا بس مستني. بنبتدي بالهادي الاول. اوكي. مفيش حد فاصل بين طبيب الجلديه وطبيب التجميل. ليه؟ لان الدنيا بتتجه ناحيه الالترا سبيشاليتي. الالترا سبيشاليتي جت منين؟ زمان كان في طبيب جراحه، طبيب بطنه. اوكي. البطنه ابتدت تتفرع، الجلديه نفس الكلام. احنا عندنا في المستشفى في 27 وحده تخصصيه تحت تخصص الجلديه، فديرفور ما نقدرش نقول ان ده طبيب جلديه او ده طبيب تجميل، ولكن نقدر نقول ان هو طبيب جلديه متخصص في احد السب سبيشاليتيز اللي ليها علاقه بالجلديه. اوكي. فانا ابتديت طبيب جلديه، ولكن قدرت بعد كده ان انا اتخصص اكتر في تجميل الجلد. طيب علشان اقدر، علشان الناس كلها تبقى فاهمه الكلام، اوصل من هذه المرحله لتلك المرحله، اعمل ايه؟ ابتدي بالحاجه الاساسيه هي الجلديه، وبعد كده ابني عليها ان انا اركز في احد فروع التخصص الدقيق جوه الجلديه اللي هو تجميل الجلد، واكسل فيه واخد فيه خبرات واخد فيه دراسات واشتغل فيه، يبقى عندي اكسبيرينس كبيره، فساعتها اقدر اقول ان انا طبيب تجميل جلد. بس اتمنى كده ان انا اكون ايوه طبعا هي عرفت واضحه اجاوب. جدا، خصوصا ان التخصص كبر بالظبط والسب سبيشاليتيز، وانت من الناس الحقيقه المميزين جدا في السب سبيشاليتي. ابتديت بقى بان انت من الناس اللي طبعا اللي في المنطقه كلها في الدرموسكوب ما شاء الله تبارك الله، ربنا فانت يبارك خدت فيك يا حبيبي. حته، يعني بدات بالجزء ده، بس الكور بتاعك اللي هو الاساس بتاعنا كدرماتولوجيست، ان احنا بالظبط دكاتره جلد. بالظبط. وده دايما اللي بنصح بيه الشباب الصغير. كل حد يقول لي اعمل ايه، اقول امم. له اسمع كل حاجه، اعرف كل حاجه، كون خبرات، وخلي دايما دماغك شغاله. خلي دايما في كريتيكال ابريزل لاي حاجه انت بتسمعها او بتشوفها او بتعرفها، وارسم قدامك طريق انك ناوي تاخد سب سبيشاليتي. ما تضغطش على نفسك من دلوقتي انك تحدد ايه هي السب سبيشاليتي اللي انت هتمشي فيها، ولكن لما تعرف كل حاجه هتبتدي تشوف ايه انسب حاجه تناسبك، تقدر تعيشها، بتحب انك تعملها، تقدر تفيد بيها الناس، وهي دي اللي تركز فيها اكتر. طيب، بالنسبه ما احنا اتكلمنا عن موضوع التجميل، وان اهم. احنا يعني هو في جزء ميديكال، أوكي. وفي جزء بيعتبر يعني كونسيومر بزنس. اهم. فالحد الفاصل ما بين الطب التجميلي اهم. والكونسيومر بزنس في حته الاستاتيك تحديدا، لانها مش هنشوفها أوكي. قوي في الجلد، تمام. انت بتشوفها ازاي؟ طيب بُص، هي القصة في الأساس إن الطب مهنة إنسانية،
مهنه راقيه. فلما اتعامل بهذا الامر واحط دايما حته الميديكال اثكس اللي هم باختصار 4 كلمات: هفيد اللي قدامي ازاي، مش هاذيه، هتعامل مع كل الناس بنفس الطريقه، وان اللي قدامي لازم يبقى فاهم ايه اللي هيتعمل وموافق ان هو يتعمل. طبعا ال4 دول هنلاقي ان الدنيا مش محتاجه كلام كتير، مش محتاجه ان احنا نحط حدود فاصله بهذا الشكل. محتاج بس ان احنا نفتكر احنا ليه قررنا نبقى دكاتره، ليه قررنا ان احنا نشتغل في ده، ليه حابين ان احنا نوصل لحاجه فاين وحلوه جدا وتحسن حياه الناس زي التجميل. وفي نفس الوقت لما ابقى انا مقتنع بده وبعمل ده، اللي قدامي جاي حتى لو هو مش في دماغه ده او ما بيفكرش في ده، هو هيصدق في ده وهيقتنع بده، وفي الاخر هيعمل اللي يفيده. لان في ناس ساعات بتيجي بترندز مش متناسبه معاهم، وهو ده اللي بيبتدي يدخلنا في الاسئله الايه الشائكه: طب يتعمل، طب ما يتعملش، طب هو ايه الهدف من ورا ان هو يتعمل. انما لما نرجع باك تو بيزكس تاني والناس نفسها تفهم ان احنا مش مجرد ان احنا نعمل حاجه، لا احنا نعمل اللي يفيدنا، نعمل اللي يخلينا فعلا شكلنا احسن، نعمل اللي يرستور اليوثفول ناتشرال لوك، نعمل الحاجات اللي تخلينا مور كونفيدنت، اللي تزود البوزيتيف برسيفد اتنشن من اللي حوالينا. بس هتلاقي ان الامور بقت سهله وبسيطه وفكت من كل التعقيدات اللي ابتدت الناس ايه بالظبط. تصعب بيها الامور في تفاصيل كتير يعني. طيب بما انك يعني دايما مرجع لينا في حاجات كتيره بالذات في الديفايسز والانرجي بيزد ديفايسز والليزر والدرموسكوب واي حاجه ليها علاقه بالديفايسز، وخصوصا كمان ان احنا بنكتشف في المحاضرات بتاعتك مهارات اخرى زي مهارات التصوير. انت بتشوف ان هل الدكتور دلوقتي دكتور التجميل تحديدا لازم يبقى عنده اتقان للتصوير بطريقه معينه، بطريقه بروفيشنال عشان يبين شغله؟ هل في اشتراطات معينه، حاجات تنصح بيها الدكاتره ان هم يعني مش بس ان انا باخد كورسات حقن وان انا لا، محتاج ان انا حاجتين عايز اسالك عليهم: المهارات التصوير والتسويق والسوشيال ميديا، والحاجه الثانيه الاي اي. فانت الحقيقه مرجع لينا فيهم، فانا عايز اعرف رايك ووجهه نظرك في النقطتين دول تحديدا، لان هل احنا هنلحق نفسنا ازاي؟ اتاخرنا ولا جيلنا ممكن يلحق نفسه؟ طيب بص، انت اتكلمت عن الدرموسكوب من شويه. اه الدرموسكوب فعلا يعني حاجه انا very passionate about it. افتكر احد اساتذتنا الافاضل في مره كانت اول مره تحضر درموسكوبي، هي واخده سب سبيشاليتي ثانيه، كانت اول مره تحضر درموسكوبي. قالت لي: احمد، انا سمعت منك حاجات كتير قبل كده وكانت كلها حلوه، بس انت بتشرح درموسكوب بطريقه مختلفه خالص بقى، يعني حاجه تانية. فانت لما تبقى باشنت في حاجه انت هتديها كل حاجه من جواك. فلو هنتكلم عن التصوير، انا بعد كذا سنه من براكتس درموسكوبي ابتديت اسال نفسي هو انا ايه اللي شدني ناحيه الدرموسكوبي. فاكتشفت ان علشان انا بحب التصوير، اوكي. وان دي كانت هوايه عند والدي ربنا يديله الصحه والعافيه، وكان عنده الكاميرات الدي اس ال ار الكانون والياشكا من الكاميرات زمان. البروفيشنال من زمان بقى خالص. بالظبط كده. وكنت ببتدي معاه واحده واحده، وقعدت افتكر بقى اول كاميرا جات لي هديه لما نجحت في 5 ابتدائي، انا فاكر كانت جايه لي من روسيا، وما كانش لسه الحاجات الاوتوماتيك هي الطاغيه، انما كنت بقعد اظبط المسافه، اللايت اكسبوجر، كم واحد هيبقى موجود، علشان دي الحاجات اللي خلتني ابتدي افهم التصوير من الاول، ونلف اوكي. بقى النيجاتيف بتاع الكاميرا والفيلم ونحمض ونطبع والحاجات بتاعت زمان. حبي لده هو اللي خلاني احب اكابتشر الايمجز، اوكي. وخلاني ابتدي ادور في الساينس بيهايند الحاجات دي علشان اقدر ان انا اطبق ده بشكل فعلي في البراكتس. فان انا اكواير سكيلز تصوير مهم جدا. ليه التصوير مهم جدا؟ simply for documentation. اولا اوكي. بتتكلم في التجميل، ده انا بالظبط. لازم اشوف بيفور اند افتر. بل بالعكس، ده انا ساعات وانا بتكلم مع البيشنت قدامي في حاجات ممكن عيني ما تلقطهاش، انما لما اصور الصوره وابص عليها باخد بالي منها. وديسكس معاه هنقدر نتفق، هنقدر نشوف فعلا ايه اللي احنا محتاجينه ونقدر نابلاي عليه. بعد كده الافتر هيبتدي يوضح لنا الفرق بين الاثنين. بالظبط. طيب لو انا مش عارف اصور صح، انا مش هعرف اعمل كومباريزون صح. بالظبط. وده ما بينطبقش بس على السيناريوز اللي بيني وبين البيشنت، لا بينطبق علينا كدكاتره. احنا دايما بنرجع لبعض، دايما بناخد اراء بعض، علشان كده بنقدر ان احنا نوصل لحاجه احسن لمصلحه البيشنت. بالظبط. طب انا هاخد رايك ازاي لو انا مش عارف ادي لك الصوره اللي تعرف تطلع منها الداتا بشكل سليم؟ التصوير تطور جدا، اوكي. بقى عندنا تكنولوجيز اللايت اعلى بكتير،
يعني زي ما نبتدي تصوير دلوقتي قلت لهم اخبار الريفلكشن بتاع الكاميرا ايه، قالوا لي لا انا احنا خدت عاملين بالي من حسابنا الاسئله، عاملين بس كذا. عشان كده تعمدت بيزد اسالك السؤال ده. بيزد على ايه؟ بيزد على الاوبتكس، اه الفيزيكس بتاعت اللايت. فبقى عندنا ديفرنت تايبس اوف لايت بتساعدنا ان احنا نشوف اللي جوه الجلد بطريقه نون انفيزيف، يعني من غير ما اوكي احتاج ان انا ادخل جوه الجلد. يعني الضوء ده لما سلطه على الجلد هيبين لي البلاد فيسلز بشكل احسن، اوكي الضوء ده لما سلطه هيبين لي البيجمنتيشن بشكل احسن، الضوء ده لا ينعكس عن سطح الجلد مش هيقدر يدخل جوه فيبين لي التكستشر تشينجز او سكارز او رينكلز. فذيرفور انا لما استخدم ده البيشنت قاعد انا عرفت اجمع داتا هو عنده مشكلته ايه تحديدا، فاقدر افصل بقى مم. لا انت محتاج كذا دلوقتي، او سيكونشلي المرحله الثانيه هيبقى فيها ايه. طب ده مش عارف اعمله بعيني، بالظبط فديرفور لازم يبقى في تولز تساعدني. التولز دي افهم البيزكس بتاعتها الساينتفك، مش حاجه صعبه على فكره خالص، نعرف بس هي ايه ونبتدي نستخدم ديفايسز تساعد فور كابتشرنج اند دوكيومنتيشن. اوكي ظبطنا كده هنلاقي الدنيا تمشي معانا اسهل بكتير. وده الكونسبت بتاع التليدرماتولوجي، بالظبط سواء بقى اتعمل بطريقه بروفيشنال او بطريقه ما بيننا فريندلي، بس ستيل نفس الكونسبتس هتابلاي. ومن هنا ندخل على الاي اي، لان الاي اوكي اي از هير تو ستاي. مم. الاي اي في حياتنا كلنا من زمان واحنا مش واخدين بالنا منه، من مم. بدايه الاوتوماتيك ريبلايز بتاعت الجيميل اب، من كل حاجه موجوده. الاي اي في الطب، في الطب انا اسعدني الحظ جدا ان من اول الحاجات اللي دخل فيها الاي اي في الجلديه كانت الدرماسكوبي. ليه مم. الدرماسكوبي تحديدا؟ علشان الدرماسكوبي ممسوك، ما فيهوش الديتيلز الكتير بتاعه الهيستوري والكلينيكال اكسبيرينس والكلينيكال سنس، انما في تفاصيل معينه بتتشاف في لانجوج معينه. الدرماسكوبي طوروها على مدار السنين، خلت ان انا اقدر اشرح اي ليجن في الجلد بالدرماسكوبي بخمسه اليمنتس بس، والخمسه اليمنتس دول بيزيكالي ليهم كمان خمسه باترنز. اوكي فخلاص بقيت اعرف اتكلم. فصور سيرتيفايد الدايجنوز بتاعها باثولوجيكالي ابتدت تتبني عليها ديفرنت الجوريثمز ان هي تساعد في الوصول للتشخيص. في 2017 كان اول ستادي دخلت فيها انترناشونالي، كان هانسل من المانيا، كروجر هانسل، عمل الجوريثم وحب يعمل له تيستنج. فخد 52 وورلد اكسبرتس في الدرماسكوبي، انا كنت واحد منهم، وعرض علينا الصور. البيبر اتنشرت في 2018، ويمكن دي اكتر بيبر انا شاركت فيها واخده سايتيشنز. ما شاء الله 2017 لما عملنا مم. الستادي الاي اي كسبنا كلنا، يا تمام، مم. في الديتكشن اوف سكين كانسر. هي كانت على سكين كانسر واكيوريت مش 100%، اه ولكن تخيل الالجوريزم بتاعت زمان قبل ما ندخل في مرحله بقى الديب ليرنينج اللي احنا فيها مم. والكلام ده كله، كان كسبان. فما بالك دلوقتي عامل ازاي؟ فديرفور هو حاجه ديبندبل لما تفيد الاي اي بداتا مظبوطه. اوكي فانت اديت داتا صح يرد عليك صح، بس هو مين اللي هيعمل فيدنج؟ احنا. هو مش هياخد مكاننا، ولكنه هيساعدنا نبقى مور بريسايز، مور اكيوريت، مور تايم سيفنج. لان في الويسترن كوميونيتيز مثلا اللي هي دلوقتي اكتر بعبع عندها الميلانوما، وهو احد انواع السكين كانسر طبعا، الناس ممكن تقعد ويتنج ليست علشان تجت تشيك سنتين. بالظبط طب ما كده السيستم هيفيل. طب اعمل ايه علشان السيستم ما يحصلوش فيلير واقدر افيد الناس مم. واقدر اعمل ايرلي ديتكشن للمشاكل اللي بتحصل قد تكون فيتل لو اكتشفت متاخر. مش بس ان انا بيلد ماشينز واوزع، ما انا محتاج ابيلد الاكسبيرينس بتاع الدرماتولوجيست، ولكن يبقى عندي مور افيشنت سوفت وير علشان يساعدني ان انا اقدر اعمل الشغل بتاعي ده بطريقه اسرع واحسن وادق، وفي الاخر كله في مصلحه البيشنت، وبترجع لنا ان احنا نبقى مور اكسبيرينسد في تنفيذ ده. فالتصوير مهم جدا، الاي اي مهم جدا، مفيش حد فات منه حاجه، انا ما اعرفش كل حاجه، وكل واحد دايما اشطر في حته معينه، اوكي ولكن لازم نبقى عندنا برود نوليدج، نبقى عارفين عن كل حاجه. يعني ابقى عارف مثلا عن الهير ترانسبلانتيشن، ما بعملوش بس عارف امتى اقدر افيد البيشنت بيه، اوكي امتى اقدر انصحه، امتى اقدر اعمل له ريفيرال، امتى اقول له انت كده ماشي مظبوط او محتاج تعديل. فلازم كل الناس تعرف عن التصوير، لازم كل الناس تعرف عن الاي اي، تبتدي تامبريس الحاجه، ما تقلقش منها. مم. دايما علشان اكمل الاجابه على سؤالك، لما بنكبر بنحس ان احنا نتعلم حاجه جديده مش اسهل موضوع حاجه، او بالظبط حاسين ان احنا سورت اوف اوت اوف الاكسبتنس ايج. الموضوع بالظبط بالظبط، ولكن لا خالص، احنا بل بالعكس، ده كل ما تبتدي تاخد الحاجه واحده واحده هتلاقي الامور احسن. واقول لك تيب صغيره كده، مم. صاحب ولادك. ما هو ده الحقيقه، انا دلوقتي هو اللي بيعمل لي كل حاجه.
تعالَ لأ اعمل لي، تعالَ وهيخلّيك هو تعرفها لأ بالضبط، وهيقول يعني لك تتعمل أنا إزاي. طَب أنت اتعلمت الكلام ده إمتى؟ بالضبط فهو كده. اكتشفت إن الجيل هو فرق السرعات في الجيل خالص، خصوصًا كمان في موضوع الIT والtechnology هم أحسن مننا كتير. أكيد، أنت أكيد، لإن بتعرف هو اتولد تغلب على ابنك كده. دلوقتي في PlayStation؟ لأ طبعًا، خالص. لأ طبعًا. طَب no way. بتلعب بترُص الأوتوبيس ورا وتقعد تدافع عشان تحاول تطلع بشرف، صح؟ الحمد لله، يعني الحمد أنا لله، دلوقتي يعني الحمد لمّا لله. باكسب محمد أو باتعادل معاه بيبقى بالنسبة لي إنجاز في أنا PlayStation أنا أنا الحقيقة. باعمل حركة تانية إيه خالص، بقى؟ باختار أضعف فريق في اللعبة، علشان لو اتغلبت عشان يبقى الفريق يتعاطف ضعيف. عشان يبقى في تعاطف حتى علشان منه. لمّا اتغلب يبقى الفريق ضعيف، مش أنا اللي إمكانياتي ما بقتش تكمّل. طيب بالنسبة بما إننا اتكلمنا عن PlayStation والكورة بقى، إمم. أنا أعرف إن أنت أهلاوي، بس ما طبعًا، أعرفش بقى طبعًا. برّه بتشجع إيه؟ يعني اهم. ميولك خارجيًا في الدوري الPremier League بتشجع إيه؟ أوكي. يونايتد مانشستر من حيث على قديمه من يعني، حيث زي التنشئة. حالاتنا من أيام بالضبط كده. السير أليكس ولكن فيرجسون صلاح خدنا كلّنا مع بس ليفربول. خلاص إحنا سِبنا دلوقتي بعد ما بالضبط، مشي ناقص ابننا ماتشين. خلاص من بالضبط ساعة كده. ما بتاع سلوت يقلب عليه ويقعّده إحنا كلنا حتى تعاطفنا مع ليفربول ما بقاش موجود. صح، صح، مضبوط. طيب أنت لو كنت بقى مش إسبانيا برشلونة، من آه، ساعة جون كومان برشلونة في بس المفروض final أهلاوي ريالي مدريدي على European طول Cup. يعني. لأ مش دايمًا، مش آه، دايمًا. جون كومان في الEuropean Cup كان كام و80 والّا 92؟ 92. ياه! آه. ده كان بداية برشلونة معايا. مش من أيام آآ جوارديولا زي الجيل الجديد يعني. لأ، لأ، آه، لأ، لأ، من قبل كده من شوية. زمان. ما أنت عارف برضه بس أنت كان قُلت الجيل ساعتها الوسط. الفروق كبيرة أوي بين ريال مدريد وبرشلونة، فإن أنت تروح ده لبرشلونة في حقيقي. التوقيت ده كان بيبقى يعني هو جون كومان. آه، يعني من ساعتها، عارف زي جون كارلوس كده. هو مش من أيام مارادونا يعني. أيام مارادونا ده كان أول World Cup. آه، بس هو مارادونا لأ كان. على برشلونة. لا، 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 مش أيام مارادونا، لأ، من لا، لا، بعدها. بعدها أوكي. بالضبط. طيب بالنسبة للcareer بقى لو أنت ما كنتش إمم. يعني دكتور جلدية، اهم. أنا بالميول اللي أنت قُلتها دي أنا متوقع إجابتك. أوكي. إيه المهنة اللي أنت passionate فيها كنت لو أنت مش دكتور كنت تحب إنك تشتغلها، وممكن عندك كده إيه الtimeline والplan لمّا هتretire هتشتغلها؟ بُص، أنا قعدت فكّرت كتير في الموضوع ده، آه، ولقيت إن أنا أبقى دكتور دي كانت أكتر حاجة مناسبة لشخصيتي. ولكن زي ما أنت شايف كده بتحاول تخلّي هواياتك آه، تدخل مع شغلك علشان تبقى بتحب أكتر حاجة في إمم، الشغل. أنا ليّا 3 subspecialties. 1 الdermoscopy وأنا قُلت لك علشان التصوير. آه، 2 الليزر وعلشان التكنولوجي وإن أنا باحب دايمًا أبقى updated وعارف إيه اللي بيحصل. ما بقيتش قادر أبقى acquainted بكل التفاصيل زي زمان، ولكن دي حاجة مهمة. الحاجة التالتة الadministration. إمم، ودي حاجة يعني اكتشفتها في نفسي بمرور الوقت. سيبك من أيام المدرسة زمان ورئيس الفصل وتعمل مش عارف إيه والحاجات أيوه، دي. ولكن لمّا ابتديت أشتغل اكتشفت إن الحتّة اللي أنا بابقى فيها شايل المسؤولية لأ، بتبقى حاجة هنا. إمم، أنت بقى حاسس بيها، قايم بيها، تفاصيلها، لدرجة إن أنا باتكلّم في المستشفى في أي meeting في أي حاجة، واقول لهم يا جماعة يعني الناس دايمًا لمّا تحب تتكلّم عن مكان تقول إن هو بيتي التاني. إمم، أنا مش هابقى باكدب لو قُلت إن ده بيتي الأول. وأعتقد أكتر حد ممكن يوافقني على الكلمة دي مراتي. هي تقول لي فعلًا أنت المستشفى دي بيتك الأول أنت أكتر بتنام كام من اللي في ساعة في البيت. اليوم؟ للأسف بيقلّوا بالتدريج. بيقلوا 4 ساعات مثلًا؟ للأسف بيقلّوا بالتدريج. نقدر نقول الaverage دلوقتي بقى تقريبًا 4 ساعات، 4 ساعات ونُص. علشان كَم الحاجات المطلوب من كمية الواحد يعملها. الflying of ideas اللي عندك، الخناقة اللي في دماغك، ده أكيد. وعلشان بتحتاج تخلّص حاجات وتقوم بدري عشان تلحق تعمل حاجات تانية. ضريبة بتدّفع. ولكن أنا باحب اللي باعمله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. فده مخلّيني لأ still passionate في الحاجة، وعايز إن يطلع منها أكتر، ومتمسك إن لمّا ربنا يبقى فاتح لي طريق أعمل فيه حاجة أطلّع أحسن حاجة منّه. لإن أنت ما كانش بإيدك إن الطريق ده يتفتح، ما كانش بإيدك إنك تبقى دكتور أساسًا، ما كانش بإيدك إنك تتعلّم. فكل حاجة ربنا بيدّيها لنا هي بيدّيها لنا علشان يشوف هنعمل بيها إيه. فباحاول ونعم بالله. في أي فرصة، في أي وقت ربنا يدّيه لي، إن أطلّع منّه أحسن حاجة ممكنة تنفع إن هي تكمّل بعد كده، تفيد أكبر عدد ممكن من الناس. وقصاد كده أي حاجة في الدنيا تهون. لإن يعني الخير بتاع ده يعني بيعود في كل حاجة في حياتك. بركة بقى، كل طبعًا. حاجة تانية كويسة. ف
ربنا يكتب لنا الخير دايما ربنا ويرضينا يوفقك بيه. دايما ويزيدك من فضله ويفتح عليك ويفيد بعلمك يا رب دايما. امين في يا رب النهايه يا أحمد، ربنا بشكرك يبارك فيك يا شكرا حبيبي. جزيلا بجد على اللقاء الجميل ده انا اللي سعيد والله واستمتعنا جدا. جدا بالمعلومات وربنا يبارك القويه فيك، وانا سعيد ان احنا اتكلمنا حاجات فريندلي كده، لا لا يعني وسعيد لغايه دلوقتي مفيش مفاجآت، يعني انا قاعد مستني على المفاجاه بس الهادي هي لسه ما خالص. حصلتش. لا على الهادي اه خالص لما برضه ما عشان نجيبك الموسم اللي جاي ان شاء الله، طيب عشان خلاص. ما تعرفش اللي فيها المره دي. طيب خلاص اوكي، انا موافق. اتشرفت بيك جدا شرف ليا اخويا والله الدكتور يا دكتور احمد احمد، ربنا صادق، يبارك فيك يا حبيبي. وسعدت بلقائك، وان شاء الله كده ايه معانا في الموسم اللي جاي اكيد يبقى معانا اكيد كده ان شاء ايه الله. لقاء ثنائي السحاب اللي كنا عايزين نعمله اوه انا وانت والكابتن. طب ما بس ده بص ده بالدنيا بقى، عشان ده بقى اللي هيبقى فيه ده بالدنيا. المفاجآت. احنا وانا قلنا موافق قلنا وانا المره دي يبقى موافق. فورمال شويه، المره الجايه بقى مع لا الكابتن. خلاص، وانا موافق مع اتشرفت الكابتن بيك وكله يتغير. حبيبي، نورتنا وشرفتنا واسعدتنا. ربنا يبارك شكرا فيك يا جزيلا حبيبي. ليك. ربنا يخليك حبيبي.